السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في مطبخ ست الكل، ومعانا النهارده وصفة جديدة سهلة وبسيطة. ومعانا النهارده الفراخ الكريسبي، وهنعملها سندوتشات. وتعالوا يلا نشوف مقادير وصفتنا. معانا هنا صدرين فرخة، هنقطعهم شرايح بالشكل ده رفيعة جدا. وبعد ما نقطعهم شرايح هنعملها صوابع ولا رفيعة ولا تخينة. هنظبطها على مقاس الساندوتش اللي احنا هنعمله. شايفين مقطعاها ازاي؟ اهم حاجة انها تكون معانا رفيعة جدا. لو طلعت معاكي التقطيعة تخينة هنجيب الشاكوش بتاع المطبخ وندقها، عشان احنا مش عايزينها تخينة خالص. في اي عضمية نشيلها. طبعا الفراخ دي احنا غسلينها كويس بالدقيق والملح والليمون، ومصفيينها ومنشفينها، ما فيهاش ميه تماما. كده قطعنا كمية الفراخ اللي معانا. تعالوا نشوف بقى مقادير وصفتنا. معانا هنا كوباية زبادي صغيرة، وعليها نص كوباية لبن. هندوبهم مع بعض كويس، وبعد كده تعالوا نحط التوابل بتاعتنا. معانا ملح وفلفل اسود وبابريكا وحبهان مطحون وبصل بودر. وهنجيب معانا معلقة هريسة ناعمة ومعلقة مستردة ومعلقة دبس الرمان. طبعا معلقة الهريسة هتبقى صغيرة عشان ما تبقاش حارة جدا، ومعلقة دبس الرمان والمستردة معلقة كبيرة. هندوب المكونات بتاعتنا كلها مع بعض، هندوبهم كويس. وتعالوا نشوف بقى. حطيت كمية الفراخ بتاعتي كلها في التتبيلة، وبغطيها وبسيبها تبات ليلة في التلاجة. طبعا لو انت مستعجلة عليها ممكن تسيبيها اقل حاجة ساعتين، بس يفضل تخليها تبات عشان هتطلع لك نتيجة افضل. معانا هنا هنعمل اول كفر للفراخ. معانا هنا كوباية دقيق، وعليها نص كوباية نشا، وعليها كيس فيجيتار. هنخلط المكونات دي مع بعض، وهنعمل اول طبقة للفراخ. هنجيب الفراخ بتاعتنا من التلاجة ونعمل لها اول كفر. طبعا لو انتوا اول مرة بتشوفوني ياريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو ليكوا اي اقتراحات طبعا سيبوها لنا في صندوق الوصف، او سيبوها لنا في الكومنتات واحنا هنشوفها. زي ما احنا شايفين كده نعمل كفر الفراخ كويس جدا. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها بدقيق، وبعد كده ندخل على المرحلة التانية. كده الكمية كلها خلصت. هنجيب معانا بقى اللبن متلج وفيجيتار كريسبي بيتجاب من عند العطار. هناخد الفراخ بتاعتنا من الدقيق هنحطها بقى في اللبن المتلج والفيجيتار الكريسبي، وهنغلفها كويس ونضغط كويس عشان الفيجيتار يمسك معانا. هنعمل الكمية اللي معانا كلها، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. طبعا انت بتعملي الكمية كلها، لو انت محتاجة الكمية كلها هتقليها، لو مش محتاجاها كلها ممكن تقلي على قد الاحتياج، والباقي نحطه في الفريزر. مش هيحصل اي حاجة، ووقت ما تحتاجيه طلعي منها على طول وحطيها في الزيت هتتقلي بكل سهولة. معانا هنا زيت سخن، هنحط فيه الفراخ بتاعتنا.
وبعدين خلي بالكم اهم حاجه لما نيجي نشيلها في الفريزر نحطها على كيس نايلون. هنجيب طبق فل او انتي بتخزني في علبه، اي حاجه متاحه عندك. نحط كيس نايلون ونحطهم واحده واحده، ما نحطش على بعض عشان ما يجمدوش على بعض، عشان لما تيجي اي وقت تاخديهم تعرفي بكل سهوله تاخدي واحده قطعه قطعه تقلي على قد ما انت عايزه برضه. انا بحب اقلبها كوش عشان ما تاخدش لون تحمر جامد وهي لسه ما استوتش، عشان الفيجيتار كريسبي ده بي ايه ما يحرقش معانا على طول زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة واحنا لما نطلع اول طاسة مثلا وهنقلي كمية تاني، نروح منضفين الزيت من الفيجيتار الكريسبي، البواقي اللي هتبقى دي كده نطلعها ونصفي الزيت خالص، ونحط المرحلة التانية اللي هنقليها، ما نحطش وفيه بواقي في الزيت عشان ما تحرقش معانا وما تبوظلناش الفراخ بتاعتنا. شايفين لونها حلو ازاي؟ نقلب بالشكل ده كده. وادي الكمية بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. ده صوص انا بعمله بقى للسندوتشات، سهل وبسيط جدا. معانا معلقتين مايونيز وعليهم معلقة مستردة وعليهم معلقة عسل ابيض، وانا خلطهم سوا وبس ويبقى الصوص بتاعنا جاهز. ده تحفة، بيبقى في سندوتشات الفراخ الكريسبي، البرجر، في كذا حاجة طعمه تحفة. طبعا ممكن تحطي انت اي اضافات انت عايزاها للساندوتش، تحطي تركي مدخن وزبيف كابوتشي جبنة شيدر، اي حاجة ممكن تضيفيها للسندوتشات بتاعتك، وهتبقى زي السندوتشات اللي بتشتريها من المحلات والمطاعم بالظبط، مش هتختلف حاجة. وانا مقدمه معاها كول سلو، هسيب لكم الوصفه في صندوق الوصف، ويا ريت تقولي الوصفه عجبتكم ولا لا، ويا ريت تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.